التاريخ في مواجهة ريال مدريد وأرسنال ما له أي كلمة، هذه حقيقة وهذا واقع، لأنهم فعليا في دوري أبطال أوروبا من نسختها الجديدة اللي انطلقت عام 1991 إلى هذا الموسم تقابلوا فقط مرتين. كان في سنة 2005-2006 في دور 16، يعني مباراة ذهاب وإياب. الذهاب فاز أرسنال 1-0 في السانتياغو برنابيو بهدف هنري، وفي الإياب تخيلوا لعبوا أيضا في الإياب، ما لعبوا في ملعب أرسنال الحديث أو ملعب الإمارات، لا، ملعب أرسنال القديم الهايب. ولكن خلينا نتكلم عن دوري أبطال أوروبا وقوة الفريقين في هذه البطولة. نشاهد أن أرسنال لعب 10 مباريات، سجل 25 هدف واستقبل فقط 6 أهداف. أما ريال مدريد لعب 12 مباراة، سجل 28 هدف واستقبل 17 هدف، يعني واضح أن ريال مدريد يعاني دفاعيا. ولكن مواجهة ريال مدريد ذو الخبرة في هذه البطولة وهي بطولته المفضلة مع أرسنال الطموح اللي خسر كل البطولات الدوري والكاس، عنده فقط هذه البطولة. إذا وصل إلى الدور الأربعة لأرسنال يعتبر إنجاز، لأن أرسنال وصل إلى النهائي مرة واحدة في تاريخه. هل اليوم هذه الأرقام راح تشفع لأرسنال أنه فعلا يطلع بالنقاط اللي هو يحتاجها، أو خبرة ريال مدريد كالعادة راح تسعفه وقوته والكاريزما والشخصية ريال مدريد هي راح تتغلب في كل الأحوال؟